خبز البيدا التركي حرفيا طلع مثل القطن وهش. سويت وياه خلطة تركية شفتها على النت وفكرتها كلش جديدة فحبيت أجربها وياكم. وما دام الوصفة من المطبخ التركي يعني أكيد الطعم ولا غلطة. لتحضير الخبز بكاسة خليت طحين خميرة وشكر، وضفت لهم الملح وشوية من البيكنج باودر، وخليت الحليب ويكون دافي، واخر شي ضفت زيت الزيتون وعجنتها، زيتت وجهها وغطيتها وعفتها تختمر مدة ساعة بمكان دافي. تحضير الخلطة بكاسة خليت طماطم مجففة وضفت لها جوز وثوم وإكليل الجبل، واخر شي ضفت النعناع المجفف. كميات المكونات هي حسب رغبتكم. خليتها بشيشة وترستها بزيت الزيتون. العجينة ورا ما اختمرت قسمتها وعفتها ترتاح مدة نص ساعة، وراها بيضتها وشكلتها بإيدي للسهولة، وآخر شي زينتها بالسمسم وحبة البركة وعفتها ترتاح مدة ربع ساعة إضافية. شويتها بالفرن مدة 20 دقيقة على درجة حرارة 350 فهرنهايت، وآخر دقيقتين فتحت الشواية الفوق، وممكن تدهنون وجهها بشوية زبد ورا ما تطلع من الفرن إذا تحبون. وبس بالعافية.